نبأ عليهم واحد واحد، محدش يخرج بره الموضوع. مفهوم؟ مفهوم يا فندم. الناس اللي حددتهم علشان يتراقبوا هقول لكم على الميعاد اللي هلمهم فيه. حد عنده اي سؤال؟ ايوه يا فندم. بالنسبه للناس ديت هنتحفظ عليهم قد ايه تقريبا؟ هم هيباتوا عندك في البيت يا شريف. عموما تاني يوم العيد هنطلعهم يعيدوا مع اولادهم ان شاء الله. كل سنه وانتم طيبين. طيب. يا قد مستخسره في جوزك حبيبك 60 70 الف جنيه بيفك زنقته بيهم. يا حبيبي انت عارف ان انا مش كده، بس الفلوس دي انا سايباها في دفتر توفير الولد، خلاص قرب يدخل المدرسه والمصاريف هتزيد. افرض اتزنقنا. يعني انت تفتكر ان انا اسيب الدنيا تبوظ مننا يعني؟ هو انت متجوزه راجل كبير ولا عيل صغير؟ يا حبيبي انا ما قلتش كده، بس الظروف اللي الدنيا كلها فيها تخلي اي واحد يتزنق، وغني واشطر منك كمان. ليه ما تعملش حساب للزمن؟ ده ابني ومسؤوليتي انا، مش هسمح لاي حاجه تحصل وحشه ليه طول ما انا عايش حتى لو هموت فيها. يا حبيبي بعد الشر عليك، بس زمن المغامرات ده خلاص ما ينفعش دلوقتي، لان بقى عندنا ابن ومسؤوليه. خلاص خلاص مش عايز حاجه. ايه هتزعل زي العيال؟ يا ستي خلاص مش زعلان مفيش حاجه. طب خلاص بكره الصبح هنزل اسحبهم واديهم لك، وابنك مسؤوليتك. هو ابني نام ولا لسه؟ صباح الخير. في حد يكلمني؟ لا يا فندم. امال كل ما اجي الاقيكي ماسكه التليفون على الفاضي خلاص. ولا حد بعت ايميلات حتى؟ مفيش اي اخبار جديده ولا اي ايميلات بس. ماشي. روحي بقى اعملي لي قهوه. يا اما خليتك تقولي حق برقبتي مبقاش انا مقرر. ايه خدمه تانية؟ لا شكرا. سيدي ده مرتبك ومرتب العيال اللي بره. سيدي. ايه يا باشا انت زعلان مني ولا ايه؟ انا خايفه على مصلحتك. لا ما تخافيش، مش هتخافي على مصلحتك اكتر مني. طب انا هوزع المرتبات دي على الولاد، انما انا مش هاخد حاجه. ليه ان شاء الله؟ هتعملي معاها واجب؟ ما ينفعش اوجب ولا ايه؟ لا خدي مرتبك دلوقتي وخلي الواجب بعدين. اهو كده عرفت انك مش زعلان. انا هعمل دعوه على العشاء لكل تجار الاغذيه الكبار في المحافظات. اشمعنى يا باشا؟ علاقات عامه، هاخد منهم حاجات اودي لهم حاجات وفي الاخر ليا نسبه. بس الحفله هتتكلف كتير. مش مهم الفلوس خالص، اصول البيزنس كده، اصول البي ار كده. تحت امرك يا باشا. بلاش يا ستي السيت كوم، عندي اعلان مناسب جدا. مش عايز اشتغل اعلانات تانية يا حسام. اسمعيني بس، ده اعلان عن ملابس محجبات، يعني اخوكي عرفان هيشكرني عليه، ولو نجح هنلاقي مليون محل طالبك بالاسم، يعني مش هتبطلي شغل طول السنه وكله بالحلال. واهو فلوسه هيبقى فيها بركه. يا سلام، يعجبني فيك دايما رجوعك للحق يا اخو حسام. انت بتتريقي؟ بتريقش ولا حاجه، امسك. امال فين شايك؟ لا انا مش هشرب شاي، لازم انام بدري عشان بكره عندي تصوير. تصوير ايه ده؟ انا مضيت فيلم وبكره اول يوم تصوير. احنا هنهزر ولا ايه؟ لا انا مش بهزر، انا بتكلم بجد. من غير ما اعرف، من غير ما تاخدي رايي. رايك انت ولا راي عرفان؟ نعم. بقول لك ايه يا حسام، الفيلم ده فيلم محترم ومع مخرج من اكبر مخرجين الوطن العربي، يعني حاجه تشرف. تشرف مين؟ تشرفك وتشرفني لو فعلا بتحبني وبتخاف على مصلحتي. تصبح على خير يا حسام.
سكوت، نسكت لو سمحتوا. حماده جاهز؟ يلا كلاك. 25-2 اول مره. حركه. ريم. انا هقف ضد اهلي وضد الناس كلها، بس المهم ستوب ستوب ستوب، معلش يا جماعه، من عندي انا، معلش من عندي انا المره دي. لو سمحت حضرتك يا هانم، بس وانت ماشيه اسرع سنه لو سمحت. يلا بسرعه. سكوت. كليك. 25-2 تاني مره. حركه. ريم. انا هسيب اهلي وهسيب الناس كلها، بس المهم اننا نفضل مع بعض. مين اللي سمح لك تمثلي يا هانم؟ مين اللي دخل الاستاذ ده هنا؟ اللي دخلني مراتي اللي واقفه قصادك يا استاذ. انا اسفه جدا يا استاذ، معلش انا هتصرف. تعالى يا حسام، تعالى نخش نتكلم مش هتحرك من هنا غير على البيت وانت معايا. الله، تعالى نخش اوضتي جوه نتكلم بهدوء. وكمان عندك اوضه. حسام وطي صوتك، كفايه فضايح كده قدام الناس. يبقى نروح البيت. انا مش هروح معاك غير لما اخلص اوردري. لا، اي شوط تاني هيحصل هنا هيبقى على جثتي. يعني انت مصر؟ يا قاتل يا مقتول. شكرا، انت حر يا حسام. اتفضل يا استاذ اتصرف معانا خلاص. يا استاذ احمد يا فاروق، لو سمحت هات الامن يطلعوا الافندي ده بره دلوقتي حالا. ريم، ريم، مش هتحرك من غيرها. ريم، ريم، ريم. انا اتهان وتريني بره الاستوديو. طلبت منك انك تتكلم بهدوء وانت اللي رفضت. الفيلم ده مش هيكمل. خلاص يا حبيبي، ما عادش ينفع. انت بتلوي دراعي يا ريم. زي ما انت لو ادي راي يا حسام. انا؟ ايوه انت. افتكر مين اللي راح قال لعرفان وخلاه يروح لدياب عشان يطير مني الاعلان. اوعى بقى كده من وشي، دي بقت حاجه تقرف. قرف. ادخل. اتفضل يا فندم. صباح الخير يا فندم. صباح الخير يا عرفان، اقعد عايزك. طبعا يا سيدي. دي تقارير المراقبة وصور المستجدين في مجموعة عبد العليم النمر وقرايبهم. مش دي صورة ياسين أخوك الكبير؟ بعد إذن ساعتك. اتفضل. غريبة دي يا فندم. جايز يكون عنده مشوار في الشهر العقاري ولا حاجة. عموما أنا هتأكد منه وأدي تقرير لساعتك يا فندم. اتفضل يا عرفان. اتفضل. اتفضلوا اتفضلوا. يا اهلا وسهلا بيكم في المدرسه، اخوه وزملاء في نفس الوقت، وان شاء الله هتبقوا اضافه لينا، واحنا برضه في نفس الوقت نقدر نساعدكم بخبرتنا. اتفضلي يا استاذه دلال، اتفضلي. اتفضلوا يا استاذ، كل واحد فيكم يكتب الوقت المناسب ليه طول الاسبوع، اليوم والساعه والمرتب المقترح. ايوه يا عرفان. مال صوتك؟ لا ما ينفعش دلوقتي، انا في المدرسه. لما اخلص هروح البيت. ماشي، مع السلامه. استاذه دلال انا مضطر استاذن، خليكي مع الاساتذه واجمعي منهم الطلبات. اتفضل حضرتك وانا هعمل كل حاجه. بالتوفيق ان شاء الله. شكرا. اتفضلوا اتفضلوا اتفضلوا. مين اللي صور الصوره دي يا عرفان؟